بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز تكون ناجح ومحبوب في شغلك؟ ايه ده يا استاذ طارق؟ معناه ايه الكلام ده؟ مين فينا مش عايز يكون ناجح ومحبوب في شغله؟ انا هقول لك على 9 حاجات مهمين يخلوك ان شاء الله ناجح ومحبوب في شغلك. اول حاجة، احترم الجميع ولا تثق في احد. كل الناس احترمها، احترم الصغير واحترم الكبير، احترم الاقل منصبا والاعلى منصبا، ولا تثق في احد. ليه؟ لان المشكله الثقه في اشخاص لسه ما تعاملتش معاها وما عرفتهاش في الغالب بتجيب نتائج سلبيه. تاني حاجه، لا تتحدث عن احد بسوء. ما تتكلمش عن اي حد بسوء او بكلمه وحشه، سواء في وجوده او في غيابه الناس هتحبك. تالت حاجه، التزم بمواعيد حضورك وانصرافك. كده هتبقى موظف ملتزم وخلاص، وقت ما يحتاجوك في الشغل هتبقى موجود. التزم بمواعيد حضورك وانصرافك. هتقول لي ثانيه واحده يا استاذ طارق، طب ما انا ممكن التزم بمواعيد حضوري وبلاش انصرافي، ممكن انصرف مثلا متاخر، بدل ما اشتغل 8 ساعات اشتغل 10 ساعات و12 ساعه. اقول لك ده في على مدار الوقت او على المدى البعيد هيسبب لك مشكله او هيسبب لك مشكله في بيتك ومع عيالك. فالتزم بمواعيد حضورك وانصرافك. اذا كان مواعيدك الساعه 8، الساعه 8 الا ربع تكون موجود، الساعه 8 بالدقيقه تكون موجود. اذا كان انصرافك الساعه 5 تمشي الساعه 5، الا اذا استدعت حاجه العمل، وده بيبقى بشكل استثنائي. عشان بس ما حدش يقول الاستاذ طارق بيقول للناس ما تقعدوش في الشغل بعد مواعيد دوامكم. طبعا ده الشغل ده اكل عيش، فلازم ان احنا نحافظ عليه. فلو الموضوع استدعى ان انا اتاخر بعد العمل ساعه، نص ساعه، ساعتين، 3 بشكل استثنائي مفيش مشكله. رابع حاجه، لا تسعى للمناصب. خلي المنصب هو اللي يطلبك، خلي المنصب هو اللي يطلبك. اعمل بس اللي عليك، صدقني المنصب هيجي لك لوحده. قم بعملك فقط. رقم 5 أو 5 حاجة، ما تنتظرش المساعدة من أي شخص. المساعد هو الله. قوم بشغلك وبس، قوم بشغلك المطلوب منك وبس. ما تنتظرش ان زميل او زميلة من الزملاء تساعدك في عملك. رقم 6، ما تلفش في المكتب كتير. بعض الناس تلاقيها رايحة من مكتب لمكتب عشان يسمع كلمة يوصلها، أو عشان يقعد يهزر أو يضحك أو يتكلم. لا، ما تلفش المكاتب كتير. أنت بتيجي على مكتبك خلاص، وقت الصلاة بتقوم تصلي، وقت الأذان بتقوم تتوضى، عايز تروح تطمن على زميلك تسأل على زميلك مفيش مشكلة. رقم 7، تواضع مع زملائك في العمل. التواضع بشكل عام بيرفع من شأن الموظف. والله إن كنت محاسب، إن كنت مدير مالي، إن كنت طبيب، إن كنت مهندس، إن كنت رئيس قسم، إن كنت مدير قسم، إن كنت مدير إدارة، إن كنت مدير عام. التواضع من شيم الكرماء أو النبلاء، والتواضع يرفع من شأنك. من تواضع لله رفعه. ابعد تملي العلاقات الشخصية. دي رقم 8، ابعد التملي العلاقات الشخصية عن العمل. العلاقات الشخصية شيء والعمل شيء. العلاقات الشخصية شيء والعمل شيء. ليه؟ ما أكثر وأكم من المشاكل اللي بتحصل في العمل بسبب العلاقات الشخصية. ما تحملش نفسك فوق طاقتها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تملي اشتغل على قد ما تقدر، بس مش معناها انك تركن عمل، او معناها انك تأجل العمل، او معناها انك تأخر العمل. لا، ما تحملش نفسك فوق طاقتها. انت ليك 8 ساعات تشتغلهم بما يرضي الله ثم ضميرك. تملي اسأل على الغايب والعيان اللي مش موجود واطمن عليه. اللي عنده مناسبة حلوة زوره، واللي عنده مناسبة وحشة برضه زوره. خليك رحيم، وخليك رؤوف، وخليك خلوق معذرة، خليك خلوق مع الناس، هتكسب ودهم وحبهم واحترامهم. أتمنى أكون أفدتكم. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.